وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل، نجومي الكبار اللي مشرفينا ومنور النهارده قيمتين كبار جدا جدا في تاريخ كرة القدم المصرية، في تاريخ نادي الزمالك. كابتن اسماعيل يوسف كاس عالم 90 وواحد من كباتن ونجوم نادي الزمالك. كابتن شيكابالا برضه كاس عالم 2018 واحد من نجوم وكباتن نادي الزمالك واساطيره. الواحد مبسوط النهارده والله العظيم يا كابتن اسماعيل. انا اللي مبسوط والله. مساء الورد يا كابتن اسماعيل. مساء الفل عليك. عامل ايه؟ وانت جبت لي اعز حاجه بالنسبه لي والله العظيم. والله يا شيكا مساء الورد والف الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك عالمي. عامل ايه؟ وحشتني والله يا غزال. وانت كمان والله الف سلام عليك. قعدني النهارده مع غزال تجانا مصر. الدنيا كلها تجانا مصر. صحيح. ايه ده كان متحور ولا ايه؟ انت اللي قلت لي متحور، انت برضه ضغطتني ليه؟ يا دكتور ايه يا دكتور ايه اللي حصل يا دكتور؟ انت اللي تقول فجاه. كلمته يوم 29 طمن عليه وبتاع، رد عليا تاني يوم تقريبا يعني، وقال لي تعبان مش عاوز، عمال يكحكح وبتاع مش عارف ايه، فسالت شويه اسئله. من اصلا كان عندي متحور. والله سالت شويه اسئله، قلت له طب حاسس مش عارف كذا، حاسس بكذا، حاسس بكذا. قال لي قلت له طب الحق بقى، ورحت كابتن مديله وصفه طبيه ورازعه على طول، خد المضاد الحيوي اللي انا مشي عليها؟ لا ما مشيش، ما هو عشان كده قعد 10 ايام. خدتها بعد 3 ايام ولا 4 ايام، عشان كده خفيت بسرعه. منورين الدنيا. يا ربنا يخليك. كابتن اسماعيل خليني اسال حضرتك النهارده رايك ايه في الزمالك، ماتش الزمالك وزيسكو، خساره بتشوفها ازاي؟ تقيمها ازاي؟ قيمت المباراه ازاي؟ والله انا عاذر اللعيبه وعاذر الجهاز الفني حقيقه يعني، لان الظروف اللي مر بيها نادي الزمالك في الفتره دي ظروف صعبه جدا جدا، يعني حتى في ظروف الاصابات. كم عدد لعيبه فريق اول وثاني وثالث مش موجودين جوه الملعب. النهارده نادي الزمالك بيلعب ب 16 لعيب بس، منهم 5 من قطاع الناشئين. صحيح. وبالمناسبه ان انا فعلا بحيي قطاع الناشئين، كل المدربين من 5 6 سنين بدايه من كابتن غانم سلطان، بكابتن طارق يحيى، محمد حلمي، بدر حامد، لان هم يعني استثمروا في الولاد دول في الفتره دي. ويمكن اللعيبه اللي ظهرت النهارده وبقى لها 3 4 ماتشات بتلعب، لعيبه على مستوى عالي جدا، ينقصها بس الخبره. وهم اتحطوا في موقف ان هم اختبار صعب، هم اللي يشيلوا الفرقه دلوقتي. ودي طبعا حتى لما بتحصل بعض الاخطاء في التغطيات العكسيه، في تكاليف بدون لازمه، في حاجات داخل الملعب، ليهم العذر، لكن هم لعيبه في الاساس لعيبه كويسه جدا على مستوى عالي جدا، هم الذخيره الاساسيه بالنسبه لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. طب عايز اسالك سؤال يا كابتن اسماعيل، ليه كان الفتره اللي فاتت دي كان كلام كتير جدا جدا ان نادي الزمالك عنده مشكله في قطاع الناشئين، نادي الزمالك كذا 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 كذا، هل اجبر نادي الزمالك او اجبار نادي الزمالك بسبب مساله توقف القيد هو اللي ادى الى انه اللعيبه تظهر بالشكل ده؟ يعني كان لازم تحصل مشكله عشان خاطر اجبر، بس انا بقطاع الناشئين من 7 8 سنين، يعني مش السنه دي بس، ممكن السنه دي بس بيمر بظروف صعبه نتيجه قله الامكانيات داخل نادي الزمالك الماديه والجزء الفني برضه، لكن هم بقى لهم الاعداد من بدري مش من دلوقتي. عشان كده اللعيبه دي متاهله ومبنيه كويس. لما اتحطوا في موقف زي موقف ال3 ماتشات ولا ال4 ماتشات اللي فاتوا، ظهر معدنهم ان هم لا، لعيبه فعلا نادي الزمالك، المهم ياخدوا في الفتره اللي جايه يعني دعم وتشجيع، لان وما يضغطوش لان الظروف النهارده اكبر من ماتش النهارده صعب. فرقه زيسكو متزايل الجدول واخر فرقه، انما الاجواء برضو صعبه، ناقصين عدد كبير جدا من اللعيبه. حكم برضو انا مش فاهمه، يعني في اكتر من كوره، الجو كان وحش جدا، الملعب كان وحش برضو. مش ان انا بقول اعذار للهزيمه، انما المحصله يعني معتمد هيعمل ايه؟ لا كتر خيره بصراحه، معتمد كتر خيره واللعيبه كمان. واعتقد لما الفرقه تكمل في الفتره اللي جايه، بالرغم ان في بعض الجمهور متخوف واحنا منهم، انما انا متفائل في الفتره الجايه، لان ما زال نادي الزمالك بينافس على البطولات، وان شاء الله نكسب ماتش اللي جاي بتاع كايزر تشيفز ان شاء الله. شيكا خلينا اعرف رايك ايه النهارده في الماتش. نتكلم برضه على الحته بتاعت الناشئين. بص، هي لو جبت الناشئين، محمد السيد، خضري، محمد ابراهيم، اتفرجت عليهم قبل كده من كام سنه بيلعبوا زد، ورحت قلت الجمز على ال3 دول والله العظيم. ساعتها طلع محمد سيد، محمد ابراهيم طلع شويه ونزل هو خضري. فالنهارده انت بتشوف لا، احنا عندنا لعيبه كويسه في الناشئين، عندنا لعيبه كويسه، بس احنا الزمالك اجبر ان الناس دي تلعب. صحيح. لا، وفجاه انا جبته من البيت يلعب.
فهم لعيبه كويسه، لعيبه كويسه طبعا. خضري النهارده عمل ضربه جزاء، ده نقص في الخبره شويه، وهو مش باك ليفت، هو اصله 8 في نص الملعب. لعيب جامد جدا وهيفرق مع الزمالك. لعيب جامد جدا. طبعا هيفرق مع الزمالك قدام، بس لازم يبقى متحوط بلعيبه كبيره تساعده جوه الملعب يا ابراهيم. احنا لما طلعنا واحنا صغيرين كنت بتبقى مستني حد زي كابتن محمد صبري الله يرحمه، ولا كابتن مدحت عبد الهادي، ولا كابتن حازم امام، ولا يبقى معاك بره على الخط كابتن اسماعيل يوسف. دي نقطة مهمة قوي، دي نقطة مهمة قوي اللي انت بتقولها دي. ان انا طالع في ناس شايلاني. لا انا وبيرسم لك الطريق. انت عايز تروح هنا هتعمل 1 2 3. لازم الناس اللي موجودين دلوقتي في الملعب يقولوا لهم. فهم جم في ظروف كل اللعيبه الكبيره متعورين، معهمش في الملعب الا غير كام لعيب يعني. الونش بصراحه يعني بقول له الحمد لله على السلامه. ونش اخر ماتشين الونش بالنسبه لي احسن لعيب في الفرقه. بقول له الحمد لله على السلامه، وهو ده اللي احنا عايزينه. واحنا يا ابراهيم لما انا كنت موجود وخدنا الدوري قبل كده خدناه في الظروف زي دي. ايوه ده دوري فريرة واللي قبله بتاع كارتيرون وكالترون الاثنين ورا بعض. الاثنين ورا بعض. ايوه بناخد الدوري في الظروف اللي زي دي. فانا بقول لعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، احنا بناخد الدوري في الاوقات الصعبه دي. احنا نادي الكتالوج بتاعنا غريب احنا لما بيحصل كده المفروض نقرب من بعض، ما نخليش حد يبعد مننا. جمهورنا ما يبعدش، هاته. يعني انا كان نفسي جمهورنا يبقى موجود في الماتش النهارده. حصل ظروفه والناس ما بعتتش الحاجات من النادي وبتاع. قرب جمهورك منك، نتداركها بسرعه على طول. احنا دلوقتي محتاجين يوم السبت، محتاجين جمهورنا في ظهرنا. هنعمل ايه؟ هنحتاجهم. يبقى من الاول اجيبهم. لا وانت عندك كمان جمهور فيه ميزه كابتن اسماعيل شيكا، انه جاي في ظهرك وانت اصلا الامل بعيد ومصدقك وهو معاك. هتلعب بواحد عنده 17 سنه، يلا هلعب 10 سنين، يلا انا برضه رايح الاستاد وهشجعك. فهم ما بيشجعوش اشخاص، هم بيشجعوا الزمالك. صح. فاللي بيعمل كده يا ابراهيم لازم احنا من الناحيه الثانيه نساعده. ما نفضلش نوقف حاجات ونقعد نقول عليهم حاجات اصله شيكا بيكلم مش عارف مين عشان يجيب يتشتم في المدرج. لا لا لا، مفيش الكلام ده. جمهور الزمالك ما حدش بيسوقه. جمهور الزمالك بيشجع الزمالك، مش بتاع اشخاص، لا شيكا ولا غيره. يحبوك يحبوا شيكا ويطلعوك السما. لو انت بتدي للتيشيرت وبتموت نفسك عشان خاطر تيشيرت نادي الزمالك. بس قلت نقطه مهمه، يعني فرصه دايما الازمات هي اللي بتخلق القرب، عشان بتخلق الحاله وتخلق القرب. عملنا يا ابراهيم كنا بنلم بعض ويلا. طب انا قدامي النهارده شيكا وكابتن اسماعيل والدعوه عامه ومفتوحه للكل، بمجلس اداره، بلعيبه، بجمهور. الفترة اللي جاية هيما صح كده ولا بكلم؟ لازم نضم بقى لازم. يعني الناس دي تستغل إن شاء الله الحالة دي. أول ناس موجودين يوم السبت مباراة كايزر. طبعا هتروح؟ طبعا والله هتروح يا شيكا. دلوقتي بعلنها وشيكابالا معايا وكل النجوم. لازم الفترة دي فترة صعبة جدا على ناس الزمالك. مش وقت انتقاد أو تنظير على الناس سواء مجلس أو جون أو معتمد، مش وقته دلوقتي، لأن احنا عندنا 5 مباريات، وبمناسبة ال5 مباريات